لو شفت الفيديو الشورت اللي فات فانت شفت لمحة، لكن الحقيقة القصة دي مش قصة شخص، دي قصة رحلة إنسان ضد العالم كله وضد نفسه كمان. قصة واحد اتولد في قمة الراحة وانتهى بالحال عبد، لكن رغم كده بقى واحد من أعظم رجال التاريخ، الراجل اللي ساب كل حاجة عشان يوصل للحقيقة ووصل. دي قصة سلمان الفارسي. ازيكم يا أصحابي، أهلا بيكم في عالم ريماس. في قرية صغيرة في فارس اسمها جي قريبة من أسوان اتولد طفل اسمه رزبة. أبوه كان واحد من كبار القوم، وكان مش مجرد غني، كان حارس النار المقدسة في الديانة المجوسية. النار دي ما ينفعش تطفي أبدا، وكان رزبة هو اللي بيخدمها، يعني حياته كلها كانت حوالين شعر. لكن المفارقة هو كان بيخدم النار بس جواه كان في سؤال بيحرقه، هل دي الحقيقة؟ في يوم أبوه بعته مشوار، لكن في الطريق سمع صوت ترانيم دعاء خشوع غريب. دخل مكان لأول مرة في حياته، كنيسة، شاف ناس بتصلي بدون نور لكن بنور تاني، نور داخلي. رجع لأبوه قال له الدين ده أحسن من دين، وده كلام ضربة مش كلامي. وكانت النتيجة إنه اتحبس في البيت، لكن رشبة ما استسلمش وقرر يهرب وساب كل حاجة ومشي مع قافلة رايحة للشام. وهنا تبدأ رحلة، مش رحلة سفر، رحلة اختبار. وصل للشام وقابل أول راهب، لكن اكتشف إنه فاسد بياخد فلوس الصدقات لنفسه. سابه وراح لراهب تاني ثم تالت ثم رابع. ومن هنا نعرف أسماء الراهب الصالح في الموصل، الراهب في النصبيين، الراهب الأخير في العمرية. كل واحد كان بيقربه خطوة، لكن النهاية دايما واحدة، الموت. آخر راهب قال له أنا مش عارف حد على نفس الطريق، لكن زمان نبي هيظهر في أرض العرب، ووصف له المكان وقال علامات محددة جدا. قرر يروح، لكن في الطريق ناس من القافلة خانوه، باعوه كعبد. تخيل، من ابن أغنى بيت لعبد في سوق، انتقل من ابن أكتر شخص لحد ما اشتراه رجل يهودي في مدينة. سنين وهو بيشتغل وكان مستني النهضة، لحد ما سمع في واحد بيقول إن في نبي ظهر. بدأ يختبر العلامات، جاب أكل وقال صدقة ما كلش، جاب أكل تاني وقال له هدية كله، حاول يشوف خاتم النبوة. وهنا انتهت الرحلة. اتأكد من الوصف، هدوء وقار طمأنينة وأسلم فوق. في اللحظة دي رزبة ما بقاش رزبة، الاسم اللي عاش بيه عمره كله اتساب وراه واتولد اسم جديد، اسم هيبقى علامة في التاريخ، سلمان. مفيش حد عارف بالظبط مين قال الاسم ده لأول مرة، لكن الأكيد إن الاسم ده ما كانش صدفة. الخلاصة ببساطة اسمه قبل الإسلام رزبة، بعد الإسلام سلمان. مين سماه؟ مفيش رواية صريحة مؤكدة تقول الاسم الشخص، لكن الأقرب إنه اتسمى بعد إسلامه بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه دين كبير عشان يتحرر، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة يساعدوه، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. زرعوا نخيل وجمعوا المال لحد ما اتحرر. غزوة الخندق قريش والأحزاب جايين يهجموا، ومنهم أبو سفيان بن حرب وخالد بن الوليد قبل إسلامه. الوضع كان خطير جدا، وساعتها سلمان قال نحفر خندق، فكرة فارسية جديدة على العرب، والنتيجة الجيش وقف والمعركة اتحسمت بدون اقتحام. سلمان ما كانش مجرد صحابي، كان فيلسوف. من أقواله إنما الغنى غنى النفس، عايش زاهد ومات وهو بسيط رغم إنه كان والي. دي مش قصة بطل، دي رحلة إنسان ورسالة بتقولك لو الطريق صعب افتكر سلمان. قبل ما الفيديو يخلص دوس لايك وشير للفيديو، شوية من المحتوى عشان توصلك قصة الحاجات اللي بنحبها من أول مرة اتعملت لحد دلوقتي، وصلى على النبي.